وبعد ما انتهى الموسم الشتوي للمسلسلات التركية، تعالوا بقى نشوف ايه هي أسوأ نهاية وأفضل نهاية في الموسم ده. قبل ما ابدأ الفيديو، لو انتوا لسه ما شفتوش مسلسلات من اللي انا هقولها دي، يا ريت تخرجوا من الفيديو من دلوقتي، لان الفيديو ده هيكون فيه حرق كتير. بس اعملوا لنا اشتراك في القناة وشوفوا بقية الفيديوهات، هتلاقوا ترشيحات كتير لمسلسلات مختلفة تقدروا ان انتوا تتفرجوا. تاني مسلسل معايا هو مسلسل المنظمة، والمسلسل ده أنا من عشاقه على فكرة، متابعاه على مدار ال5 مواسم اللي اتعملوا ومستنية الموسم الجديد بتاعه. وفرحت بالنهاية بتاعته لسبب واحد، إن هي أخيرا نهاية سعيدة، أخيرا نهاية فيها انتصار، ما فيهاش انفجار، ما فيهاش قتل، ما فيهاش انفصال بطل ولا بطلة. الكلام ده كله ما حصلش زي ال4 مواسم اللي كانوا قبل كده. يعني أول موسم كان تقريبا تفجير في الطيارة، تاني موسم كان الفندق لما زهرة فجرت اصحابها وهم موجودين في الفندق كلهم، بعد كده الموسم الثالث تقريبا موت زهرة، والرابع كان موت عمر أتماجة. لكن المرة دي النهاية بالنسبة لي كانت مرضية جدا، ان هي نهاية سعيدة، بس كان في حاجات كتير مفقودة فيها. هم ماشي انتصروا ولحقوا القنبلة وما اتفجرتش والكلام ده كله، ولكن الطاين ضرب بالنار وقع في البحر. طيب انتوا ليه ما جبتوليش هو انتوا انقذتوه ازاي، ولا وهو موجود مثلا في المستشفى؟ لا، انا المشهد اللي بعد ده على طول بعدها تقريبا ب10 ايام موجود في روسيا مع الملكة وقتل الملكة. طيب تمام اوكي، طب ايه اللي حصل؟ انا محتاجة افهم الحلقة المفقودة دي، هو ازاي نجا بالطريقة دي، وازاي ان هو كمان في خلال ال10 ايام دول قدر ان هو يروح للملكة ويتنكر في شكل واحد تاني وكمان يدخل عليها ويقتلها. فبالنسبة لي هي ماشي كنهاية سعيدة مرضية بالنسبة لي، ولكن في حلقات كتير جدا مفقودة فيها. واتمنى كمان ان كوركوت يفضل موجود معنا في الموسم السادس، ولكن يعني انا شايفة ان هو بيعمل دور حلو جدا ومظلوم بجانب بقية الكاست، مش عارفة ليه بصراحة. يعني يا ترى انتوا كمان رأيكم كده في النهاية ولا ايه؟ احب اعرف في الكومنتات. تالت مسلسل هو مسلسل المدينة البعيدة، والمدينة البعيدة ده يعني هو محقق أرقام حلوة جدا وقافل الموسم ببرضه ريت عالي جدا. فأنا كنت شايفة إن يا ريت النهاية كانت تبقى أفضل من كده. النهاية بتاعته أنا بشبهها فعلا بإن هي نهاية الحلقة الأولى لمسلسل صيفي. هو ده اللي بيحصل في الحلقة الأولى في المسلسل الصيفي، إن البطل بيقبل البطلة، لكن أنت تنهيلي المسلسل وتنهيلي الموسم بتاع المسلسل بالمشهد ده، انا استفدت ايه؟ طب مثلا يعني انا في رأيي كان مثلا جيهان راح خلاص لعالية المطار يقنعها ويرجعوا مثلا مع بعض، وهم راجعين كان يحصل عليهم مثلا هجوم من اجمل. انا ساعتها كنت مثلا هبقى عايزه اقول طب ايه اللي حصل في الهجوم ده؟ طب عالية اتصابت، طب جيهان، طب اجمل عرفوا خلاص ان هو اللي قاتل بوران او هو السبب في قتل بوران، هيعملوا معاه ايه؟ العداوه هيبقى شكلها ايه؟ ابقى متحمسه للموسم التاني. بالاضافه كمان النقايه اللي العربيه اتقلبت بيه 7000 مره ده ما حصلوش حاجه، يعني خدش كده اللي هو كأن مثلا واحد راكب عجله وقع من عليها، مش واحد اتقلب من على جبل والعربيه اتقلبت بيه والعربيه اتدمرت والراجل اللي معاه في غيبوبه والمفروض ان هو بيموت وهو عادي جدا، ما فيش اي حاجه، في حته خدش كده هنا وخلاص. يعني اقنعني ان المشهد ده يطلع منه واحد بالمنظر ده وسليم بكل حاجه. طب ما كنتوا اعملوا فيه اي اصابه وبعد كده في الجزء التاني هيخف او هتعالجوه او اي حاجه. لكن في حاجات مش لذيذه بجد خلت القفله ونهايه الموسم ما تبقاش حلوه. بالنسبه لي الحسنه الوحيده اللي كانت في قفله الموسم دي هي خروج اجمل من السجن والتقائه بقى مع صداقات والعداوه اللي ما بينهم، اللي هيبقى فيها حاجات كتير جدا في الجزء التاني. كنت اعرفه اجمل ان دينيز هو حفيده وان هو كده تسبب في قتل ابنه، هيفضل عندي حماس للموسم التاني اشوف مثلا ندم اجمل او اشوف بقى شره اللي هيبقى اكتر. لكن ايه النهايه دي؟ وبصراحه ده رايي، لو انتوا عندكم راي تاني برضو اكتبولي في الكومنتات. رابع مسلسل المشردون، والمسلسل ده على فكرة الحلقة النهائية بتاعته بتاع الموسم الأول هي الوحيدة اللي حصلت على 10/10 من خلال موقع ديزلي. وبصراحة هي نهاية حلوة جدا على قد ما هي مأساوية ودموية، ولكن هي نهاية حلوة تثير التساؤلات اللي تخلينا مستنيين الموسم اللي جاي على نار، مش زي بقى اللي قبل كده. لا، أنا عايزة أعرف إيه اللي حصل. النهاية هنا كان الفرح بتاع ديفران وعزيزة، وبعد كده بيدخل بقى في الفرح بيحصل هجوم بسبب جدة
مريم اللي معرفش بصراحة هي عملت الهجوم ده ازاي يعني. وبعد كده بيبدأ يتصفى ناس كتير جدا من الكاست، وديفرام بيتصاب وجودة بيتصاب وجيمو بيتصاب وكذا حد بيتصاب. فعزيزة بتبقى في موقف صدمة كده. وبصراحة ان برضو النهاية دي فكرتني بمسلسل الحفرة اللي هو برضو فرح، كان فرح اكشن وجيلسون، وبعد كده اكتر من نص المسلسل اتصفى واتضرب بالنار. فاحنا بقينا مستنيين عايزين نعرف في الموسم التاني مين اللي هيكمل ومين فعلا اللي هيموت وخلاص هينفصل على المسلسل. فالحاجات النهايات اللي هي بيبقى فيها تساؤلات ايه اللي هيحصل، او انا عايزه اعرف مين اللي مات ومين اللي عاش والكلام ده، هي دي اللي بتخلينا متحمسين ان احنا نستنى الموسم الجديد بتاعه عشان نعرف التفاصيل، وكمان نعرف التغيير اللي هيحصل في الشخصيات بعد ما تتعرض للصدمه دي. يعني عزيزه هل شخصيتها هتفضل زي ما هي ولا هتتغير وهتتحول، وايه اللي هيحصل؟ اللي شاف برضو المسلسل ده يكتب لي كومنت. خامس مسلسل وهو مسلسل حلم أشرف، والمسلسل ده ليه شعبية كبيرة جدا حاليا في الوطن العربي وكمان في تركيا. المسلسل ده في ناس اختلفت على النهاية بتاعته، ناس حبوها وناس لا، بس أنا بصراحة من الناس اللي هي حبت النهاية دي لأن أنا شفتها منطقية، وكمان هيبقى الأحداث في الموسم التاني هتتغير والعصر هيتغير. اللي حصل فيها هنا إن احنا شفنا خلاص أشرف فعلا بيحب نيسان من قلبه لدرجة إن هو ضحى بنفسه علشان يدخل السجن مكانها. وكمان تشوفوا بقى الموقف بتاع شدم وقت ما هو خد المسدس منها، تحس ان هي فعلا سايكو مجنونه. ناس كتير كانت عايزه شدم تموت وكمان قدير يموتوا. طب وبعد كده قصه المسلسل تتغير في الموسم الثاني؟ لا، انا بالنسبه لي كده بعد ما قدير استولى على كل حاجه وقتل كمان يعقوب بابا، هيبدا بقى الجزء الثاني بعد ما يخرج اشرف من السجن. ما هو اكيد هيخرج، مش هيفضل يعني قاعد في السجن الموسم الثاني يعني. هيبقى بقى في العداوه ما بين اشرف وما بين قدير، هنشوف عداوه حلوه جدا ما بين الشخصيات، كمان مع انضمام ناس كتير جدا اكيد هتنضم في الموسم التاني برضو. وخلاص اشرف معترف ان هو بيحب نيسان وبدأ ان هو يرسمها بدل ما كان بيرسم رؤية، مع ان هما الاتنين نفس الشخص، بس عادي مش هنتطرق للموضوع ده. هو اصلا نيسان هي رؤية بس مش مشكلة. وكمان ختم لك بقى الحاجة بان هو مشهور في عالم الاجرام، اشرف تك تم اعتقاله. فبرضو الناس عايزة تعرف هيفضل قد ايه في السجن، هيخرج ازاي. طيب نيسان بعد ما قال لها ان هو ما بيحبش غير رؤية بس، هتعمل ايه فيه بعد كده في الموسم التاني؟ هتطلع عينه على ما يعترف بعد كده ان هو بيحبها. طب العداوة ما بين قدير واشرف هتبقى عاملة ازاي؟ بصراحة الحلقة كانت حلوة جدا وكان فيها اكشن، انت مش ملاحق، بيخلص المشهد من هنا يجي المشهد اللي بعده كله اكشن وكله احداث. فكانت حلقة بالنسبة لي ممتعة جدا جدا جدا. سادس مسلسل بهار، والمسلسل ده جمع ما بين لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وكمان تفعلوا زرار الجرس ولايك للفيديو وكومنت بالحاجة اللي عايزين نتكلم عنها المرة الجاية. دلوقتي بقى المسلسل السابع معايا هو مسلسل عائلة شاكر باشا. انا عارفة ان المسلسل ده ناس كتير جدا بتهاجمه ومش بتحبه بسبب القصة بتاعته، وعلى فكرة انا برضو بهاجم القصة جدا، ولكن انا اكتر حاجة بحبها في المسلسل ده الاجواء بتاعته، اللبس بتاعه، الحقبة اللي متصور فيها، الديكورات دي كلها، الموسيقى، الحاجات دي كلها بصراحة حلوة جدا وشداني ان انا اتفرج على المسلسل وعلى الاحداث بتاعه. بس النهاية بتاعت المسلسل ده انا لما حصلت وقفت كده اللي هو ايوه، يعني انت ايه اللي قلته جديد؟ بالله عليك ايش استفدت؟ طب ما انا عارفة ان اللي هيحصل ده عارفاه من اول حلقة في المسلسل، واحنا عارفين ان جودة هيقتل شاكر والده. ايه بقى الجديد؟ النهاية بتاعتها ان جاي لي كده جواب لعصمت زوجة شاكر وبيقولوا لها فيه ان جودة ابنها قتل شاكر وشاكر مات وهيتحاكم بقى جودة ده. فبيحصل لهم كلهم صدمة. طب ماشي، هم حصل لهم صدمة، لكن احنا عارفين اصلا ان ده هيحصل من اول حلقة في المسلسل. فانا ايه اللي هيثير فضولي، او يعني ايه اللي هيصدمني في النهاية دي، او ايه اللي هيخليني عايزة بقى مستنية الموسم التاني؟ طب ما انا كده كده اصلا عارفة من البداية انه ده اللي هيحصل. مفيش حاجة جديدة بالنسبة لي حصلت في النهاية بتاعت مسلسل عائلة شاكر باشا. كنت شايفة ان هي نهاية مش حلوة خالص. طب يعني حتى مثلا كنت تقفلوها لما جودة يعرف العلاقة بتاعت شاكر وزوجته، فيعني يبقى في مثلا هيحصل ما بينهم بقى خلاف، نبقى مستنيين الخلاف ده هيحصل ازاي، ايه اللي هيحصل، إيه يا ترى جودة مثلا هيعمل مؤامرة عليهم، ايه اللي هيحصل، حاجات كده في الاحداث تخلينا مستنيين اللي هيحصل في الجزء التاني. لكن هم خلاص هم كده رموا النهاية دي على اساس ان الجزء التاني هيبقى بعد مرور 12 سنة والناس بقى اللي موجودين فيه هيكبروا وهكذا. ماشي، هنبقى متحمسين ان احنا هنشوف شخصيات جديدة هتدخل في المسلسل وان الاحداث هتبدأ ان هي تتغير، لكن برضو النهاية بالنسبة لي ما كانتش حلوة خالص لانها كده كده كانت معروفة.
تامن مسلسل دين الروح، والمسلسل ده من المسلسلات المقربة لقلبي في الموسم ده. كانت نهايته برضو تعتبر كويسة إلى حد ما، هي برضو نهاية مأساوية ودموية، لكن خلاص احنا اتعودنا ان في نهاية الموسم في فرح هيحصل فيه حاجة، حد هيتضرب بالنار، كل الكاست هينضرب بالنار، قنبلة هتنفجر، اي حاجة. فهنا كانت النهاية ان هما في الفرح بتاع ياسمين وشينار، وكل الناس مبسوطة وقاعدين وكل الناس فرحانة. بيجي بقى الأستاذ فريد وبعد كده بيبدأ ان هو يحط قنبلة في الفرح، وكل الكاست بينفجر، تقريبا كل اللي موجودين في الفرح بينفجروا. فبرضو انتوا بتبقوا عايزين تعرفوا مين اللي هينجو وهينجو ازاي، وايه اللي هيتغير في شخصيته بعد كده. فمستنيين احداث الموسم اللي بعد كده على نار عشان نعرف مين هي الشخصيات اللي نجت ومين اللي ماتت وهكذا. وبرضه هرجع واقول ان معظم الاحداث دي دايما بتفكرنا بنهاية الموسم الاول لمسلسل الحفرة. تاسع مسلسل هو مسلسل حكاية ليلى. المسلسل ده ماشي، كانت النهاية بتاعته سعيدة وحلوة، فرحنا بيها، ولكن أنا بالنسبة لي برضو في النهاية وفي الأحداث بتاعة الحلقة الأخيرة كان في حاجات كتير جدا مفقودة ما تكلموش عنها، واحنا من حقنا كجمهور بنتابع يعني ان احنا نعرف التفاصيل ونعرف ايه اللي حصل. يعني مثلا المفروض ان ماهر ضرب كرشات بالنار، طيب جايبينهولنا بعد كده ان هو عايش عادي والدنيا لذيذه معاه وزبادي بالخلاط. حتى كمان ما جابوش مشهد عتاب ما بين جان فيزا وماهر، ان هي يعني انت ضربت ابويا بالنار مش هعاتبك حتى، لا عادي، هي راحت حضنته وعادي جدا، ما فرحتش حتى تبص على ابوها اللي ميت على الارض. بصرف النظر ان هو ماشي كان بيعملها وحش، بس في الاخر بقى بيعملها حلو، بقى بيحبها، ويعني خلاص الدنيا ظبطت ما بينهم. فاسالي على ابوكي، لا هم جابوا بعد كده تحس ان هو في كروته في الاحداث. جابوا بعد كده بقى ايه، ان ساره اللي كانت متخانقه مع صالح خلاص اتجوزوا ومستنيين طفل، وجان فيزا ولدت والدنيا كلها لذيذه، وكمان آفت اتحولت ان هي زي مجنونه زي سوريا كده وما بتبقاش فاكره احداث كتير، وعساف اللي طلع اساس البلاوي اللي حصلت كلها، وان هو تسبب كمان في موت ابنه، مات خلاص، كان في غيبوبه ومات. طيب تمام ماشي، عساف مات وآفت اتجننت وكل الكلام ده. صالح اصلا كان هو وساره متخاصمين، صالحتوهم مع بعض ازاي؟ من حقنا نعرف، ولا هو خلاص يعني تحس ان هو ايه يا جماعه، المراقب خلاص هيلم الورق فالحق شيك على الموضوع، فصح غلط صح غلط تك تك دق خلص المسلسل. انا ده بالظبط اللي انا حسيته في نهايه المسلسل بتاع حكايه ليلى، اللي هي نهايه متكروته جدا. هم عايزين يلموا الورق وعايزين يعملوا احداث كتير جدا في الحلقه وخلاص احنا فنشنا المسلسل على كده وهي دي النهايه. فهي ماشي سعيده، ولكن بصراحه في تساؤلات كتير جدا كانت في المسلسل ما تجاوبش عليها. عاشر مسلسل شراب التوت البري. وانا سبت المسلسل ده للنهاية لان بصراحة القفلات بتاعة المواسم بتاعته كلها كانت حلوة جدا ومختلفة. المسلسل النهاية بتاعة الموسم الرابع كانت جميلة، بحيث ان مصطفى عرف خلاص ان اشل هي السبب في موت والدته، وبيبدأ ان هو ياخد مسدس عشان يروح يقتلها. بعد كده بيقابل نيلاي فبيحبسها في الغرفة وبتقع بعد كده من البلكونة، وبعد كده بينزل بيبدأ ان هو يضرب النار على كوراي، وبعد كده كمان على وكمان فاتح بيجي يحوش وبيروح جاي ضربه بالنار، وكفيلجن بتكون على وشك ان هي تولد ومحدش عارف ايه اللي بيحصل. وكمان بيروح لباباه اللي هو عبد الله وبيحط المسدس في راسه وبيتضرب بقى طلقه كده، ما بيتعرفش مين اللي انضرب الطلقه دي، يا ترى عبد الله يعني مصطفى ضرب عبد الله بالنار، ولا مصطفى بسبب حالته النفسيه اللي كان فيها بيضرب نفسه هو بالنار. فالاحداث اللي زي دي انا عندي فعلا فضول اعرف هو ضرب نفسه ولا ضرب باباه، وايه اللي حصل مع ابن كفيلجم اللي كان جاي، اللي وقعت من البلكونه دي مش مشكله عادي تقع، مش عايزينها تكمل بعد كده، بس للاسف هتفضل مكمله اعتقد يعني. بس في تساؤلات كتير جدا بتخليك ان انت متشوق ومتحمس تبقى مستني الموسم اللي بعد كده. هي دي القفلات اللي فعلا بتحمسنا نستنى على نار الموسم الجديد. ودي كده كانت كل المسلسلات اللي كانت معايا في الموسم الشتوي ده. يا ترى ايه هو اكتر مسلسل انتوا حبيتوه في الموسم، وايه اكتر نهايه كمان انتوا حبيتوها؟ اكتبوا لي في الكومنتات. وعشان تعرفوا ترشيحات مختلفه لمسلسلات كتير ما تنسوش تروحوا للفيديو ده والفيديو ده. سلام.